السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام الله عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. صحفية تنزانيا تكشف عن خطط أثرياء الشمازي لخطف فلوران. حدد النادي عزم التنزاني استخدام الكونغولي فلوران لقيادة الفريق انطلاقا من الموسم المقبل، على أن الهداف الاستراتيجي للنادي الملقب بأثرياء الشمازي. وكشفت الصحفية المواطنة التنزانية في عددها الذي صدر أمس الأربعاء عن خطط نادي عزم، وأوردت بينما يتبقى أمام عزم 5 مباريات لإنهاء الدوري الممتاز، إلى أنه بدأ بالفعل وبهدف في البحث عن مدرب جديد لقيادة الموسم المقبل، والذي يهدف بالفوز بالبطولة، حيث يبرز في المقدمة اسم الكونغولي فلوران الذي يعمل حاليا في نادي الهلال السوداني. وأوضح المصدر أنه لا يوجد مدرب واحد من بين تلك الأسماء، لكن أحد الأسماء التي يفكر فيها أثرياء الشماري في إنقاذ الأموال عليها هو إبن جي فلوران، مدرب نادي الهلال السوداني الحالي.